من فلسطين إلى سوريا بيستقبل من سوريا سلطان لباد. أهلا بالسلطان. تفضل حبيبي. أهلا أهلا وسهلا. عائلة اللباد من سوريا من وين؟ من دمشق، من الشام تحديدا. من الشام تحديدا. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. سلطان معه عمره 29 سنه، اول شيء متزوج مش من زمان، معه بكالوريوس بعلوم الحاسوب الكمبيوتر، وبيشتغل مسؤول عن برمجه في الفنادق. مين بيرافقك؟ مين اجى معك؟ معي اخي الكبير سامر. سامر. اهلا بسامر. اهلا وسهلا. سامر اسم رائج بسوريا. تماما. سامر شو بتشتغل حضرتك؟ انا بالتسويق. بالتسويق. تمام. اهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك. راضي على معلوماته لاخوك الصغير؟ ان شاء الله. كويس؟ ايه باذن الله. يلا. سلطان مستعد شكلك باذن الله. انت ايه. 15 سؤال الى المليونين. وسائل المساعده بتعرفها، بس بدي اذكرك انه في عندك وسيله رابعه ما فيك تستخدمها الا بعد ما يكون صار معك 100,000 ريال. ما رح نضيع وقت كثير بالحكي. منيح. شكلك انت جاي انصمرت هيك، مستعد وناوي، يعني اذا مش المليونين المليون باذن الله. باذن الله. بس اول شيء انا بدي اقول شغلتين، انا كثير بحبك. الله تسلم. تسلم حبيبي. حضرتك ما شاء الله شبه والدي بالضبط، ما شاء الله، وربي الله يعطيك طول العمر. وثاني شغله بحبك لانك جدا شخصيه متواضعه ما شاء الله. الله يخليك حبيبي. شكرا. عفواً. شكرا لك والله يوفقك. بدنا نبدا مع سلطان لباد من سوريا، ومن سيربح مليون. السؤال الاول: ما الشيء الذي ينمو عند الانسان البالغ؟ اصابع المحبه، اضلاع الشجاعه، ضرس العقل، يد الحكمه. ضرس العقل. ضرس العقل. جواب نهائي. جواب نهائي. الجواب صح. أول 500 ريال. السؤال الثاني: ماذا يفعل الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساء حسب التقاليد؟ شرب الحليب، تناول الشوربة، شرب القهوة، شرب الشاي. هيدي عادة إنجليزية. الساعة 5. وقت شو؟ وقت البريك مثلا. ايه بس شو بيشربوا؟ انا شاكك بين الشاي والقهوه، بس معروف انه هو الشاي الانجليزي، يعني انجلاند تي. بعتقد ان شاء الله شرب الشاي. شرب الشاي. جواب نهائي. جواب نهائي. تي تايم. تي تايم. تي بريك. جواب صح. 1000 ريال. لا تكون متوتر كثير، يعني انت صحيح انك قاعد ورايق، بس انا حاسس عليك متوتر. روق شوي اعصابك. بدنا نروح الى فاصل اعلاني ثم بنتابع مع سلطان لباد من سوريا. سلطان لباد من سوريا، من دمشق تحديدا، 29 سنة، بكالوريوس بعلم الحاسوب، ببرمج برامج، عرفنا عنه. اجا مع اخوه سامر اللباد ايضا من دمشق. اهلا وسهلا فيكم بسامر. شكرا. اهلا وسهلا. عندك وسائل مساعدة موجودة ما تنسى. رح نروح على السؤال الثالث، قيمته 2500 ريال. شخصية كرتونية شهيرة يطول أنفها عند الكذب. جيرونيمو، كوازيمودو، جارندايزر، بينوكيو. جواب رقم 4 بينوكيو. بينوكيو. جواب نهائي. جواب نهائي. هو ذاته بس يكذب بيطلع ده جواب صح. السؤال الرابع:
فيلم وهلأ لوين من إخراج هاني بركات، نادين لبكي، دانيال عربيد، سعيد المروق. جواب رقم 2 نادين لبكي. نادين لبكي جواب نهائي. عشان من قريب انا شايف الفيلم هذا. ايه جواب نهائي. جواب نهائي. مزبوط، هي المخرجة اللبنانية نادين لبكي. الجواب صح، صاروا 5000 ريال. السؤال الخامس: ماذا يسمى صوت الإبل؟ رغاء، صواء، خوار، قواء. فكر مزبوط. ممكن احذف اجابتين؟ ايه خلينا نحذف له اجابتين. بعد عندك رغاء، قواء. اخذ راي الجمهور. جمهور حضروا حالكم، يلا بده ياخذ رايكم. ما متاكد الزلمه، اعطوه جواب ان شاء الله يتاكد من بعده. السؤال هو: ماذا يسمى صوت الإبل؟ في عندكم خيارين: رغاء أم قواء. تفضلوا، معكم 20 ثانية. جمهور أعطاك 72% لرغاء. شكك باكثر رغاء، شكي اكبر. الجمهور أعطيك 72%. شو بتقول؟ رغاء. رغاء جواب نهائي. ان شاء الله. رغاء الجمل صح، صاروا 10000. سلطان هذا شيك ب 10000 حتى نقول لك انه ما بقى تخسرهم هون. ان شاء الله. اوكي، بنروح على السؤال السادس، قيمته 20000. في اي عام توفي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات؟ 2001، 2002، 2003، 2004. ربط الأحداث ببعضها يمكن توصل لنتيجة، وإذا ما بتعرف في عندك وسيلة مساعدة، عندك الاستعانة بصديق. انا شاكك ب 2002 و2001 مبدئيا يعني. ايه عندك شك يعني؟ عندي شك فيهم. ربط، جرب تربط الأحداث يعني، إذا فيك هيك يعني. مسألة لازم تكون وعي لها. بدي استخدم الوسيله الثالثه. تستعين بصديق. تمام. من هو الصديق؟ دكتور ياسين احمد. دكتور ياسين احمد شو بيشتغل؟ هو دكتور بعلم الاقتصاد والسياسه، وانا بثق فيه جدا. ان شاء الله خير، ان شاء الله يقدر يساعدك. بدنا نطلب له الدكتور ياسين احمد. الو. الو دكتور ياسين، انا جورج ارداحي بحييك. يا اهلا وسهلا استاذ جورج. اهلا فيك. في معنا الاخ سلطان لباد عم بيشارك بالمسابقه. نعم. سلطان معه 10000 ريال، بحاجه لمساعدتك. ان شاء الله تقدر تساعده. نعم. حتى يكمل المسابقه. معكم 30 ثانيه من وقت ما يبدا سلطان بالكلام. تفضل سلطان. نعم. دكتور، في اي عام توفي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات؟ 2001. أي عام؟ في اي عام توفي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات؟ 2001. ياسر عرفات والله 2001، 2002، 2003، 2004. نعم. 2001، 2002، 2003، 2004. 2004. 2004 متأكد دكتور؟ 2004 نعم. متأكد؟ نعم اعتقد 2004. أنا بثق فيه.
تثق به؟ قلت له متاكد؟ قال لك نعم. على كل حال انت ما بتخسر. هلا معك 10,000 بضلوا 10,000 لو كانت الاجابه خطا. الحياه مغامره، كل لحظه عايشينها مغامره. بقى انا بثق بالدكتور ياسين وبقول 2004 ان شاء الله. 2004 تمام. جواب نهائي؟ جواب نهائي. يا سيدي، الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الله يرحمه توفي بال 2004 والجواب صح، صاروا 20. السؤال السابع. قهوة الموكا تعود في أصولها إلى إسبانيا، البرازيل، اليمن، إيطاليا. فكر على صوت عالي لنشوف. هو انا مستبعد اليمن تماما ومستبعد البرازيل. في عندي يعني شكي الاكبر بايطاليا، يعني كموكا كافيه، موكا كافيه. ايطاليا واسبانيا بس. هن عم بيقولوا لك تعود في اصولها. اصول القهوه ام اصول الموكا؟ اصول القهوه الموكا، ما هو نوع من البن. تماما. بقى هيدا اصوله من وين هالبن؟ لو البن انا يعني 90% البرازيل. يعني اذا مش متاكد فيك تاخذ ال 20,000 وتنسحب. انا مش متاكد، بس يعني البرازيل هي القهوه معروفه، القهوه البرازيليه من اجود انواع القهوه، والقهوه الايطاليه كمان، يعني هي الفكره. بس اسبانيا أصولها. واليمن انا مستبعدهم. اصولها من وين؟ اصولها لا انا ماني متاكد ابدا. شو بتعمل؟ بنسحب. ننسحب تماما. ناخذ 20,000 ريال، يعني بيساوي تقريبا 40,000 جنيه مصري، وبننسحب. تمام. جواب نهائي؟ جواب نهائي. بنحييه للاخ سلطان. سامر، كيفك انت والقهوه اولا؟ والله مو شريب قهوه، لا. منك شريب قهوه؟ لا. ما عندك فكره عن السؤال يعني؟ ابدا. طيب انت قلت لي استبعدت اليمن. تماما. لو بدك تختار شو بتختار؟ اختار البرازيل. البرازيل. تمام. البرازيل فعلا مشهوره بالقهوه. بالضبط. هي يعني يمكن من اكبر مصدري القهوه في العالم، مش هيك؟ تمام. كبلد يعني، يمكن ما عندي معلومه مزبوطه، بس شكيت بالموكا، كلمه الموكا هي اللي خلتني شكيت. هون القصه. تماما. لو جاوبت البرازيل كنت خسرت، لانه اليمن اللي استبعدتها يا الله. هي، وهيدي جايه من كلمه مخا، وهي منطقه باليمن. تماما. سلطان، بدي اتشكرك وتحياتنا الى الاهل في سوريا الحبيبه. بدنا نروح الان الى فاصل اعلاني ثم بستقبل الضيف الثالث بهالحلقه، خليكم معنا.